السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم جميعا في قناتي، قناة لوليتا للوصفات الخالية من الجلوتين. مبروك عليكم شعبان، واللهم بلغنا رمضان، وإن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة والأمة الإسلامية جميعا. فبهذه المناسبة نقدم لكم شباكية خالية من الجلوتين على طريقتي، طريقة مبسطة بدون تشباك، يعني طريقة بسيطة. بغيت نشارك معكم هاد الطريقة هذه، فان شاء الله كنتمنى تعجبكم، وما تنسونيش بالتعاليق ديالكم والدعوات ديالكم. فبسم الله نبداو المقادير وطريقة التحضير. باش نحضر الشباكية الخالية من الجلوتين غادي نحتاج هنايا عندي نص كاس ديال اللوز خضر، طحنته مزيان يعني حتى كيولي على شكل بودرة، باش ملي كنعملوه في العجينه ما كيتقطع لناش. ونفس الشيء نفس الكميه، نصف كاس ديال الزنجلان حمرته غير شويه وطحنته مزيان، ملعقه كبيره ديال النافع وحبه حلاوه، اصفر بيضه، وملعقه صغيره ديال القرفه، ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، ورشه ملح. وعندي نص كاس مخلط زيت وزبده، وهنايا عندي شويه زعفران حر ذوبته شويه الماء، نص كاس ديال ماء الزهر، وربع كاس ديال الخل الابيض. بالنسبه للدقيق استعملت هذا الدقيق، نص كيلو من هذا الدقيق، وحيدت منه كاس وعوضته بهذا الدقيق هذا. ممكن انكم تكتفيوا فقط بالدقيق الاخر، حيتاش انا فايت لي جربتها بشار ميكس بي وكتقطع العجينه، واختاريت نجربها بهذا الدقيق. على بركه الله نبداو بطريقه. فكما كتشوفوا معايا خديت الطحين وغربلته، ضروري انه يتغربل، وعملت زنجلان مع اللوز. طبعا كما قلت لكم يكونوا مطحونين مزيان. ممكن انكم تعملوا يا اما الزنجلان بوحدو يا اما اللوز بوحدو، لكم اختيار. بالنسبه لحبه حلاوه والنافع يكونوا مطحونين ومغربلين. وعملت القرفه مليحه، وغادي نجمع بالزبده والزيت، يعني نص كاس نخلط مع بعضياتهم، وغادي نخلط مزيان حتى ندخل ديك الزبده مع المكونات، نخلط مزيان حتى تمزجوا مع بعضها. ومن بعد غادي نزيد اصفر بيضه والخل وماء الزهر وديك الزعفران وصفيته، وغادي يكونوا دافيين. وغادي نجمع العجينه ديالي، وإلا خاصني الماء غادي نزيد شويه د الماء، وإلا عندكم ماء الزهر كافي ممكن انكم تعملوا مزار. بعد ما جمعت العجينه كما كتشوفوا معايا دلكتها مزيان تقريبا 4 ساعات وانا كندلك فيها. حاولوا تعطيوها شويه ديال الخاطر وشويه ديال العليك حتى تحسوا بالعجينه بان ولات عجينه رطبه، ما تكونش قاصحه بزاف كتفرتت، ولكن تكون العجينه رطبه باش منين نجيو نطلقوها طلقنا بكل سهوله. شكلتها على شكل كريات كما كتشوفوا، وعملتها بلاستيك غذائي وخليتها ترتاح. يعني كل ما ارتاحت العجينه كل ما كتجي مزيانه، كتسهل فاش كنطلقوها كتسهل. انا ما كانش عندي الوقت، تقريبا خليتها 4 ساعات. بعد ما ارتاحت العجينه خديتها وطلقتها بالاستعانه ببابي كويسون. تقدروا تعملوا بلاستيك غذائي، احسن ما تعملوها مباشره في سطح العمل باش كتبقى العجينه كتبقى دافيه، ومنين كنقطعوها ما كتهرش.
طلقتها مزيان وشكلتها على شكل ظرف. ممكن تستغناو على هذه الطريقه هذه. انا عملتها غير باش تعطيني شويه في القلي، كتجيني شويه مجعبه وكتجي مورقه. تقدروا تعملوها عاديه، يعني تطلقوا كره عاديه وتشكلوها. من بعد غادي نطلقها وغادي نقطع الجوانب باش نعطيها الشكل ديالها. بالنسبه للسمك ديال العجينه ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه بزاف باش ملي كنشكلوها ما كتهرش، عادي يعني بحال الشباكيه العاديه. غنكمل الكميه اللي عندي ديال العجينه كلها ونحاول نغطيها باش ما كتبردش، ونقطعها كما كتشوفوا معايا. نقطعها باش نعطيها الشكل ديالها ونشكلها على حسب الاختيار. فبعد ما طلقت العجينه كما كتشوفوا معايا وقطعتها اشرطه على هذا الشكل، غناخذ كل شريط غادي نقص منه شويه، يعني تقريبا الشريط الاولاني 3 سنتيم والشريط الثاني كذلك زيد عليه شويه والشريط الثالث هو زيد عليهم تقريبا سنتيم بيناتهم. وكنلصق الجوانب بالاستعانه بشويه ديال الماء. الشكل ديالها كيجي زوين وراقي، يعني كتجي بحال شكل دمعه. كنتمنى تكون الطريقه واضحه. غنستمر هكا حتى نسالي الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل الثاني حتى هو كيجي مزيون. بالنسبه للشكل الثاني قطعته حتى هو اشرطه، وغادي ندير شريط فوق شريط. نتوما لكم الاختيار، الا بغيتوا تعملوا 4 الاشرطه مع بعضهم وتجمعوهم من الجوانب عملوهم، ولا بغيتوا هاد الطريقه هذه عملوها يعني جوج مع بعضياتهم وعاد كتلصقوهم. حتى هي طريقه كتجي بسيطه وسهله، كتجي بحال الشباكيه مشبكه. غنستمر هكا حتى نسالي الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا معايا الطريقه ديال القلي وكيفاش كتجي وهي معسله، ونتلاقاو ان شاء الله كذلك مع الشكل النهائي.
فكما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال الشباكيه الخاليه من الجلوتين. جات غزاله في الشكل ديالها ولا في المذاق ديالها جات غزاله ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوها وتبعوا المراحل وكذلك المقادير. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنسونيش بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع الاقارب ديالكم والاصدقاء باش تعمل فائده. وشكرا جزيلا. وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.